بصوا بقى هنا في شوزلجان تانية ممكن نقعد عليها. فانا كنت بفكر ان انا اعمل لكم مثلا فيديو من هنا. بصوا بقى لطيفه، بس قعده البحر لا مقارنه يعني. حبيت اوريكم المكان. بس شكل الفندق جميل بالليل، هدوء بقى وروقان احلى يعني. فين كل واحد في حلو لطيف. والانوار بصوا ده النور قلب ازرق يعني هو كان اخضر وقلب ازرق، لطيف قوي والله. الموضوع لطيف. الفندق ده جميل قوي. في باتس، في بول لحد الساعه 9. الفندق التاني كان لحد الساعه 5. فكان حاجه رخمه جدا ان انا برجع من البحر. انا اصلا بخرج طول اليوم من الصبح بدري، برجع الساعه 4 او 3. فاكيد هبقى راجعه تعبانه وعايزه اغير وبعد كده انزل البول. فده لحد الساعه 9 وتشيز حاجه تحفه جدا. بس انا النهارده كنت راجعه تعبانه قوي ما قدرتش. وبكره بقى ان شاء الله. ده كده شكل الفيو يا جماعه. تحفه 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 خطير. هاخدكم بقى دلوقتي عند السي فيو. انا بس عيني مع جولي عشان انا خايفه يطلع لنا قطه تضربها. القطه لو مسكت جولي هتفرمها، فحاجه مرعبه يعني. هروح اوريكم دلوقتي شكل السي فيو عامل ازاي. بفكر كمان اعمل لكم فيديو هناك يبقى شكله حلو قوي. بس تعالي انت ليه الحته بقى دي. بصوا احنا كده رايحين على السي فيو من هنا كده. الكافيه ده مليان قطط وتحت فيه كلاب. هو عادي ممكن اسيبها انا يعني اوكي، بس برضو خايف يحصل اي حاجه بصراحه بوظي القصه كلها. فهحاول ان انا ملكيها جنبي كده. يلا في قطه هناك اهي. تعالي يلا نطي وانزلي. يلا خلاصي. اتفضلي. بصوا قاعده مش عايزه تنزل. ينفع كده؟ يلا يجي. استنى اشيلها وننزل. الحمد لله تم الطلوع بنجاح. وادي جيلي طلعت معايا. طبعا النور ضارب في عينيها فاكيد مضايقها يعني. مفيش، هي مش هتقع ان شاء الله. بص نروح المكان يا جماعه تحفه. بصوا اللسان عامل ازاي. تحفه القعده هنا والله يا جماعه فظيعه يعني. طبعا الشوز ماله ميه وهينشف دلوقتي. وادي جولي قاعده بمليون جنيه. بيت بقى. بص انا قاعده في الحته دي مش ناسي حاجه. جولي مشيت على الصخور الورايا دي لان انا مشيت في الميه، فهي مشيت على الصخور. مش عارفه ايه دي. مشيت على الصخور ما نزلتش على ميه خالص لان انا كنت خايفه اطلع على الدريس بتاعي تبهدلي الدريس. لو دايس على ميه بعد تيجي فيها تراب او طينه تبهدلي الدريس. بس هي ما نزلتش على الميه خالص. قعدت تتبسط على الصخور بس هي مش مبلوله. وقعدت على ابدا. لو انت حبيبه قلبي موت. بص قاعده في نص اللسان. استنوا اقلب لكم الكاميرا ممكن ما تشوفوش عشان كشاف. بص قاعده في نص اللسان. بصوا ده كله البحر. دي الممشى السياحي اللي هناك ده كله البحر. مفيش اي حاجه، ضلمه جدا. وده الممشى السياحي فظيع. في ناس صحابي اتعرفت عليهم قاعدين في الحته دي هنا كده. فانا قلت ان انا وانا راجعه اتكلم يا روحي. بصوا الكلب اللي على الارض ده. استنى عايزه يا جماعه. انا شكله كيوت قوي. انا اروح العب معاه ثانيه واحده. يا جماعه الجو هنا فظيع. جماعه انا قلت بعمل لكم بس في الحته دي فويس اوفر عشان الاغاني كانت عاليه جدا وهيحصل لي كوبي رايت. بس انا عايزه اقول لكم ان اليوم ده كان يوم لذيذ جدا. اولا كان الوقت متاخر تقريبا كانت الساعه 1. الممشى كان زحمه جدا وهو على طول اصلا بيبقى زحمه. في كلاب كتير قوي والموضوع بجد لطيف يعني. انتوا مع حد لوحدكم مش هتحسوا خالص ان انتوا لوحدكم. كل الناس فريندلي جدا. والبنوته دي اللي جايه معايا انا عايزه اقول لكم وانا رايحه وانا راجعه قابلتها وقفت لعبت مع جولي كتير. بنوته هنا مامتها عماله تناديها انها تيجي بس هي مصره تلعب مع جولي ومش عايزه تمشي. هنا بقى يا جماعه كنت بشد جولي وعشان نبدا ان احنا نتحرك. بس البنوته بجد كانت كيوت قوي وكانت لطيفه عايزه تبدا تلعب مع جولي يعني. احنا بقالنا كتير واقفين. بعد كده كملت بقى تعالوا بقى عايزه احكي لكم قصه جولي كده. انا شفته امبارح. بصوا بينزل ديله ازاي. انا عايزه يا جماعه اقول لكم ان الكلاب في دهب مسالمه جدا جدا. انا ما شفتش غير مثلا كلب واحد من ساعه ما جيت من اصل مثلا 100 او 150 كلب. ما حدش هجم عليا خالص وانا شايله جولي، على عكس الكلاب في القاهره. لان الكلاب في القاهره بتتعامل معامله صعبه قوي. فالكلاب اجريسيف جدا فممكن تهجم عادي. بس هنا ما فيش كلاب هجمت على جولي خالص.
منظر من هنا، مش عارفه انتوا هتشوفوه بس ده بحر يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا لسه دلوقتي في مكان هو شكله شبه مطعم شويه، وكاتب الاسامي كده بالانجلش، اوكي؟ فانا مش عارفه هل ده مطعم ولا ده ريستوران ولا ايه بالظبط. فبقول له هو ده ايه يعني، هل ده يعني ده منيو؟ هو بص لي باستغراب جدا جدا، يعني بصت الاستغراب دي كانت واضحه بشكل مش طبيعي. فبيقول، فراح منادي واحد كان واقف جنبه بيقول له هو ده المنيو. فانا بصراحه مش عارفه هل هو مستغربني فبيستظرف ولا هو مش فاهم فعلا زيي، معرفش. فبقول له اصل انا مستغربه، اصل هو كاتب صلصه وكي زومبا، فاكيد ده مش اكل وبرده اكيد ده مش شرب. فقال لي لا دي كلاسز، فده طلع نايت وزي كازينو كده ونايت وريستوران. فبقول له طب ماشي، انت مالك مستغرب ليه؟ اللي هو عادي يعني، انا ما اعرفش ده ايه، انا برضو بقول ده شكله غريب مش منيو، فعادي بتحصل. فما تبصش البصه الغريبه دي، انت اسئله بتتسال عادي. وبعد ما مشيت انبسطت قوي من نفسي ان انا قلت كده. ليه بقى؟ لان انا اكيد حياتي طول ما انا بروح اماكن جديده وبسال على حاجات جديده وبشوف حاجات جديده، اكيد هشوف حاجه هي ممكن تبقى معروفه لكل الناس اللي موجوده في المكان ان الحاجه دي معروفه ده ايه، وانا جاي اسال عليها بصت اللي هو انت اكيد مش فاهمه اي حاجه في الحياه. فانا انبسطت ان انا ما خدتش الموضوع بيرسونال وعادي اتس اوكي، عشان خاطر عادي هيحصل الموقف ده، مش هيحصل دلوقتي بس في كلب ماشي ورايا من ساعه ما خرجنا، بس من ساعه ما شفنا ماشي ورا جولي، مش ورايا بالذات يعني، ورا جولي، فده هيحصل فعادي. فانا انبسطت ان انا ما خدتش الموضوع بيرسونال وان عادي تمام تقبلته، فلما يحصل تاني اكيد مش هيضايقني زي ما ضايقنيش المره دي. دي حاجه حلوه قوي، حلوه. انا انبسطت من نفسي والله. الو يا جماعه، طبعا انا بقالي شويه قلت عايزه اشرب وايت موكا بقالي شويه، فلاقي مكان مناسب اروح فيه، بس لقيت مكان ده لطيف، وانا مش زحمه، انا مش عايزه مكان زحمه. وبعدين بس انا مش عارفه موضوع الكلاب ده مصطفى ليه، ولا ايه، كنت دخلت على طول من غير ما اسال وما حاجه حاجه. ده وايت موكا طعمها حلو بس هي مسكره قوي، وانا اصلا فكرت كنت قصدي ان هي تيجي وايت موكا باظت، فجت لي وايت موكا اللي هي ساعه، بس هي مش وحشه يعني. بصوا جيلي بتترعش خايفه. انا عايزه اقول لكم ان جولي هي ادتني حق اصلا ان هي مش هتبقى خايفه، لان هي كانت بتتعامل دايما مع الناس بطريقه لطيفه واحنا في البيت. بس انا ايه اللي بتترعش من الميه، خايفه من الميه والصوت بتاع الماشين اللي بيعمل وحاساها كمان ما شاء الله طلعت سنه ازاي. انا يا جماعه هنا هعمل لكم فويس اوفر عشان خاطر الكافيه كان فيه اغاني واضحه جدا وده هيجيب لي كوبي رايت، فقلت بقى اعمل لكم فويس اوفر. بصوا انا عايزه اقول لكم ان جولي هنا كانت خايفه جدا وانا كنت مستمتعه بوقتي. انا كنت مبسوطه ليه بقى؟ لان انا لما جيت ادخل هنا الكافيه هو واضح ان هو كافيه حلو جدا ونظيف، فممكن يبقى الباس نوت الاود. مش معنى ان هو نظيف ان الباس تبقى نوت الاود، بس اغلب الاماكن في مصر كده. انا بالنسبه لي بحس ان اي دوله بره مهما كان الكافيه نظيف الباس غالبا بيكون الاود، بس خلينا واقعيين. فانا قمت عملت بقى ايه، غالبا انا بعمل كده دايما في كل حاجه في حياتي، ما بسالش، مش هستنى بقى اللي قدامي يقول لي اه او لا، انا بدخل وبقعد، ولو حد ناداني بعمل مستمع لحد ما الاقي ان الموضوع فعلا مش نافع، ساعتها بقى ايه اخد القرار. فانا دخلت عادي جدا وبثقه متناهيه اللي هو عادي دخلت وقعدت ومفيش اي مشكله والدنيا جميله وخلاص. بقى يا جماعه اقول لكم على موقف فظيع مسخره حصل النهارده معايا. اوكي دلوقتي انا ببقى ماشيه، يعني احنا النهارده وانا في الثري بولز مع جولي كانت ماشيه حواليا، فانا اطمنت ان انا لو سبتها مش هتجري مني، فسبت لها الليشه. انا ماسكاها دلوقتي اهي وهي جنبي اهي، شايفينها صح؟ اوكي فهي ماشيه جنبي، فسبتها وعيني عليها. بعدين مديت قدام شويه بلف ما لقيتهاش حواليا، فالمكان ده زحمه، فانا بنادي عليه بقول لها هي جولي. فبعدين في شله ولاد واقفين كده بتاع مثلا 6 أو 7، فواحد فيهم راح لف حوالين نفسه وبيقول لي ايه ده سوري سكرتي بتنادي عليا. فحسيت في استظراف في الموضوع، فقلت لا لازم ارد، مش هاخد الموضوع بس لازم هرد. فقلت له ليه، هو انت اسمك جولي؟ فطبعا الولاد اللي واقفين معايا خدوا بتاع ثانيه يفكروا، وفجاه كله انفجر ضحك، ضحكوا عليه جامد جدا. فراح بيبص لي كده وبيقول لي ينفع كده خدتهم يضحكوا عليا؟ فقلت له سوري بقى معلش. طب ما انت يا ابني اللي جبت لنفسك، مش انت اللي بدات استظراف. بصوا بقى يا جماعه جولي انا بس خايفه عليها من الناس اللي بتسوق سكوترز وعجل. وفي تعالي هنا والكلاب مش كلاب الشارع، في كلبين هنا هاسكي سوري. بصوا يا روحي هي بتجري وتنطلق، بس في نفس الوقت عينيها عليا. شطوره، يلا يا جولي يلا. ادب
انا والله يا جماعه كنت بفكر اطلع نويبع، تعالي، بس قلت ان انا اجي احسن دهب عشان الممشى بالليل مش هزهق في الاوضه. وفكرت فيها اكتر في جولي ان هي في وسط الناس هتنبسط اكتر والله. فهي مبسوطه قوي يعني. يلا هي مبسوطه قوي ان هي وسط ناس وحاجات جديده ما شفتها. حاسبي يلا تعالي